بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم النهاردة من مطبخ طماطم، وهنعمل الوصفة الجميلة دي. معايا النهاردة الكبسة السعودي. هعملها في الحلة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، بطريقة جميلة جدا وسهلة إن شاء الله هتعجبكم. شوفوا الطريقة معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا المقادير: كوبايتين رز بسمتي، نص كوباية زيت، معايا فرخة كبيرة 4 قطع، معايا معلقتين كبار صلصة، بصلاية مقطعة صغير، جزرتين مبشورين. معايا بالنسبة بقى للتوابل: معلقة كبيرة ملح، معلقة كمون، معلقة بهارات كبسة، معلقة صغيرة شطة خالص، صغيرة خالص، معلقة زعفران أو بودرة زعفران، معايا 4 فصوص حبهان، واحدة لومي، وورق لورا. هنشوف بقى نعمل ايه مع بعض. في حلة سخنة على النار هبتدي احط الزيت والبصلايه والتوابل. بس يتشوحوا مع بعض كده. مش عايزاها تاخد لون، انا عايزه تشويحه صغيره. خلاص هبتدي اضيف معايا الفراخ واحطها على الناحيه اللي فيها الزيت. بس كده انا هسيبها بس تتحمر واقلبها على الوش التاني وتاخد لون بس، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. اخدت لون نبتدي نقلبها مع بعض على الناحيه التانيه. كده كمان هسيبها شويه على الناحيه دي وابتدي اضيف لها الميه. خلاص اخدت اللون اللي انا عايزاه، اضيف لها الميه السخنه كده. بسم الله. ومعلقتين صلصه كده وبس. خلاص بس كده، وهغطي عليها لحد ما تستوي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وخلاص خلصت الفراخ معايا. نقول بسم الله. خلاص استوت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلعها في صينيه. بسم الله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. وهضيف الجزر المبشور بس كده ونقلب. الرز لو منقوع معايا من بدري مش هيحتاج معايا ميه اكتر من كده. نغسله وننقعه عشان ما ياخدش معايا ميه كتير. بس كده وهنغطي. هنشوف هنعمل ايه في الفراخ. قبل ما ادخلها الفرن هعمل ايه؟ معايا معلقه فلفل اسمر، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره شطه، وعلى معلقه الصلصه دي
وهقلبها كويس بس كده، وادهنها قبل ما ادخلها الفرن. عايزاها تاخد معايا لون حلو. بس وخلاص، وعلى الشوايه على طول هناخدها بس تاخد لون في الشوايه وبس وخلاص على كده. ودي كان الشكل النهائي للكبسه السعودي معانا زي ما انتم شايفين، وده الشكل النهائي ليها. الرز البسمتي اخد لون جميل كده، والفراخ كمان اخدت اللون الجميل معانا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك والشير والاشتراك في القناه. ما تنسوش لايك يا جماعه، لايك واشتراك في القناه. شكرا ليكم، نورتوني وشرفتوني، والسلام عليكم.